بعض الرجال لا يدخلون التاريخ ضجيجا، ولكنهم يسكنون فيه علما ويتركون خلفهم علما يبقى بعد الرحيل. ومن هؤلاء الشيخ عطية محمد سالم. ولد الشيخ عطية عام 1927 ميلاديا في محافظة الشرقية بمصر، ونشأ في بيئة ريفية بسيطة كان الكتاب فيها أول طريقه إلى العلم، فحفظ القرآن في سن مبكرة، وتعلم أن العلم صبر قبل أن يكون معرفة. وفي أربعينيات القرن العشرين انتقل إلى المدينة المنورة، حيث جلس في المسجد النبوي طالب علم يتلقى الفقه والحديث وعلوم الشريعة بهدوء وتأن دون عجلة أو سعي إلى الظهور. ثم انتقل إلى الرياض والتحق بالمعاهد العلمية، وجمع بين دراسة الشريعة واللغة العربية في وقت واحد، وتخرج منهما معا. فبدأ مسيرته في التدريس معلما يقرب المعنى ويبسط العلم، حتى ترسخت مكانته العلمية مع السنين. ومع تأسيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كان له دور بارز. ثم استقر على كرسي التدريس في المسجد النبوي، حيث ألقى الدروس والخطب، وشرح موطأ الإمام مالك مرتين كاملتين، وسجلت دروسه في مئات التسجيلات الصوتية التي بقيت بعده شاهدة على عمر قضي في التعليم. وإلى جانب التدريس عمل في القضاء الشرعي، فكان قاضيا يفهم الناس قبل أن يحكم بينهم، وتدرج في مراتب القضاء حتى وصل إلى أعلى درجاته دون أن ينقطع عن العلم أو التدريس. وإلى جانب ذلك ترك تراثا علميا مكتوبا راسخا، من أبرزه استكمال تفسير، أضواء البيان، وكتب ورسائل في الفقه والأصول والدعوة والخطابة. أما معرفتي به فقد كانت معرفة لقاء ومعايشة، رأيت فيها عالما هادئا متواضعا قريبا من طلابه، وعلمه يفرض نفسه دون صوت مرتفع. وفي أواخر التسعينيات منعه المرض من مواصلة دروسه، حتى توفي في عام 1999 ميلاديا، ودفن في البقيع. إذا صلى ركعتي الضحى يظل طيلة نهاره مستبشرا. غاب صاحب الصوت وبقي العلم ينطق بأثره.